السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام من المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. إن شاء الله هنبتدي مع حضراتكم سلسلة فيديوهات تثقيفية عن الأورام على قناتنا على اليوتيوب، وده أنا بعتبره شخصيا جزء من واجبنا تجاه المجتمع. وأحب أنوه إن الفيديوهات دي نوت سبونسرد، يعني غير ممولة ولا تستهدف الربح. أول والآخر مجرد فيديوهات تثقيفية لحضراتكم وبالأخص لمرضى الأورام. بقالنا فترة بنعمل الفيديوهات دي على الفيسبوك. ميزة الفيديوهات على قناة اليوتيوب هتبقى الشرح فيها أوفر بشكل أوضح وأعمق، إن برضه منصة الفيسبوك في الأول والآخر بتدينا وقت قصير للشرح على عكس منصة اليوتيوب. إن شاء الله تعالى هنبتدي الفيديو النهاردة بالإجابة على بعض الأسئلة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأورام. زي سؤال بيقول مثلا إيه هي الأورام؟ الأورام بتبقى عبارة عن كتلة أو كلكيعة موجودة في أي حتة في الجسم. سببها الأساسي انقسام غير طبيعي للخلايا. الخلايا طبيعي بتنقسم، ولكن اللي مش طبيعي إن هي تنقسم بصورة سريعة، تتجنن فتنقسم بصورة سريعة فتعمل كلكيعة أو ورم. الورم ده ممكن يكون ورم حميد أو لا قدر الله ورم خبيث. إزاي نفرق ما بين الورم الحميد والورم الخبيث؟ خلي بالكم، علاج الأورام أو تشخيص الأورام عبارة عن مجموعة خطوات لازم نطلعها كلها بشكل منتظم ومرتب. يعني ما ينفعش اطلع الخطوه الثانيه قبل الخطوه الاولى. فاول خطوه هي الكشف الكلينيكي. لازم المريض يجي لي هنا اخد منه القصه المرضيه، القصه العائليه دي، كان في حد في عيلته جاله اورام خبيثه قبل كده ولا لا؟ اكشف عليه، احدد مبدئيا التشخيص الكلينيكي بتاعي واعرف وضع الورم ومكان الورم، وبناء عليه ابدا اطلب الاشعه التشخيصيه اللي تناسب المريض، وهي نحط تحتيها 100 خط. يعني ايه كلمه تناسب المريض؟ يعني ممكن يجي لي 2 مرضى بنفس الورم، اطلب ده اشعه واطلب ده اشعه ثانيه على حسب حاله كل مريض. واخر خطوه بلجا ليها هي خطوه العينه. ده بقى يجرنا الى سؤال مهم جدا: هل سلبيه العينه تنفي وجود الاورام؟ بصوا يا جماعه، تشخيص الاورام بالنسبه لنا بنعتمد فيه على مثلث مكتمل الاضلاع. كل ضلع بيكمل الضلع الثاني. الضلع الاولاني هو الكشف الكلينيكي، الضلع الثاني هي الاشعه التشخيصيه، الضلع الثالث هي العينه اللي ممكن الجا ليها وممكن ما الجاش ليها. سلبيه العينه مش معناها عدم وجود الورم، خصوصا في حاله ان عندي اشتباه كلينيكي وبالاشعه التشخيصيه. فلو انا عندي اشتباه ان المريض ده عنده ورم كلينيكيا وبالاشعه والعينه طلعت سلبيه، ده يحتم عليا ان اعيد العينه مره واثنين وثلاثه. مش منطقي ان المريض يكون عنده اشتباه ورم وبمجرد ان العينه طلعت سلبيه افرح واقول للعيان روح، انا كده بضر العيان. حتى لو دايما مقوله مشهوره عندي: سلبيه العينه لا تنفي وجود الاورام. ده بالاضافه الى ان في حالات كتير جدا العينات بالنسبه لي ما بتطلبش لاسباب كتيره، من ضمنها: 1. عدم دقه العينه، زي حالات اورام الغده الدرقيه، العينه غير دقيقه بنسبه 70%. بعتمد اكتر على التشخيص بالسونار على الرئه والتايرات زي كلاسيفيكيشن، اللي هو تصنيف الكتل اللي موجوده في الغده الدرقيه عن طريق السونار. 2. الاورام الاوليه في الكبد، الهيباتوسيل كارسينوما، اللي هي تطلع في مرضى تليف الكبد. بنعتمد في التشخيص بتاعها على حاجه اسمها الاشعه المقطعيه الثلاثيه بالصبغه الورديه، والجا اوقات لتحليل دم اسمه دلالات الاورام. اضافه الى بعض الاورام او بعض المناطق اللي في الجسم لا يحبذ ان احنا ناخد منها عين. مش هقول عشان هي تنشر الورم، لا، هقول عشان هي تنقل الورم من مرحله اولى لمرحله ثالثه او رابعه. زي ايه؟ اورام المبايض، اورام الخصيتين، اورام الكلى. في الحالات دي الاشعه التشخيصيه بالنسبه لي بتبقى مهمه جدا عشان اشخص بيها الورم. العينات لا يفضل اخذ العينات في الحالات ديت. حالات اورام المبايض واورام الخصيتين ممكن الجا لسحب تحليل دم اسمه دلالات الاورام، تقدر تساعدني شويه في التشخيص. برضه من الاسئله اللي بتسال لي بشكل يومي كتير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي: هل السكر ينشر الاورام ولا؟ الاجابه لا، قولا واحدا. خلي بالك، الاورام ملهاش اسباب، الاورام ليها عوامل مساعده. زي ايه؟ زي العامل الوراثي في حاله اورام الثدي، او زي التدخين في حاله اورام الرئه. عشان اشرح لكم موضوع العوامل المساعده دي اكتر شويه باستفاضه اكتر شويه: اللي بيدخن عرضه ان يجيله سرطان رئه،
ولكن مش كل المدخنين بيجي لهم سرطان رئه، و20% من مرضى سرطان الرئه اساسا غير مدخنين. وبالتالي يبقى التدخين مش سبب لاورام الرئه، ولكن التدخين عامل مساعد لاورام الرئه. ارجع للسؤال تاني او اجابه السؤال الاساسي، هل السكر يسبب الاورام؟ السكر ولا هو سبب للاورام، ولا هو عامل مساعد للاورام، ولا هو حتى بيساعد في انتشار الاورام. ولكن خلينا نتفق على حاجه، ان السكر ليه اضرار كتير. انا شخصيا بشرب الشاي او القهوه بتاعتي من غير سكر، فدايما بنصحهم وبنصح مرضى الاورام، لو انت بتحب السكر قوي وعايز مصدر للسكر فانصحك بالفواكه الطبيعيه. لكن بصراحه يا جماعه الحلويات والجاتوهات اللي بنشوفها اليومين دول المبالغ فيها، اللي بيبقى فيها الاف السعرات الحراريه، دي لا ننصح بيها. وربنا يتم شفاكم على خير ان شاء الله.